لو بتفكر تفتح شركة تسويق فانت قدام فرصة حقيقية، وده لان اولا في مشاريع كتير بتفتح يوم ورا التاني، وكل المشاريع دي محتاجة تسويق. وثانيا المنافسة في السوق بين البراندات بقت شديدة، والتسويق بقى شيء حتمي للبقاء. وثالثا التسويق ما بقاش يعتمد فقط على الدولة اللي انت فيها، ولكن تقدر بسهولة تقدم خدماتك عالميا، فالسوق بقى مفتوح قدامك. ورابعا واخيرا البراندات الكبيرة بقت بتتوسع في الاسواق العربية، وعايزين شركات تسويق محلية تكون فاهمة السوق. وعشان تستغل الفرصة دي في الفيديو ده هشارك معاك 6 خطوات تبدأ بيهم شركة التسويق بتاعتك من الصفر. هغطي الخدمات والتسعير والتعيين والتسويق لخدماتك. وعشان اختصر عليك الوقت يلا نبدأ بأول خطوة، وهي عقلية التأسيس. قبل ما تبدأ شركة التسويق بتاعتك لازم تبقى داخل بعقلية حلال المشاكل وليس جامع المال. لازم تعرف انك داخل السوق عشان تساعد البراندات تعمل فلوس، وانت تعمل فلوس كنتيجة لده. فلو بتفكر تبدأ شركة تسويق عشان تكسب وخلاص مش هتنجح. نجاح عملائك هيكون السبب في نجاحك، فلازم يبقى همك الأول والأخير إنك تساعد العملاء على النجاح وتتعامل على هذا الأساس من البداية. تاني خطوة، حدد أنهي فرع من التسويق هتتخصص فيه. هل هتبقى شركة بتقدم محتوى تسويقي ولا شركة بتقدم أداء تسويقي؟ الأولى بتركز على الجانب الإبداعي من الشغل، زي استراتيجية المحتوى على منصات السوشيال ميديا، كتابة المحتوى، تصوير المحتوى، تصميم المحتوى، تعديل وإنتاج المحتوى في شكله النهائي. والتانية بتركز على أداء الخطة التسويقية نفسها، من وضع استراتيجية لتمويل الإعلانات اللي هي الميديا باينج سواء على منصات السوشيال ميديا ولا على جوجل، لمساعدة الشركات على الظهور في الصفحات الأولى على محركات البحث، ودي اسمها SEO. والبراندات بتحتاج النوعين دول من شركات التسويق. وفي بعض الشركات التسويقية بتجمع بين التخصصين دول، لكن لو انت في الأول أنصحك انك تركز على تخصص واحد عشان تقدر تبني سمعتك فيه، وبعدين تبتدي تتوسع في خدماتك. طيب أحدد دي ولا دي على أساس إيه؟ وهنا في 3 عوامل بيحددوا اختيارك للتخصص اللي هتبدأ بيه. أولا خبرتك. من الأفضل إنك تبدأ شركتك بناء على خبرتك أنت. لو أنت شخص اشتغل في المحتوى الإبداعي وعنده خبرة في المجال ده، وعارف المراحل اللي بتمر بيها العملية الإبداعية، وعارف الأشخاص والمهارات اللي محتاجها في فريقك، يبقى أنت عندك اوريدي ميزة وجاهز تنطلق. ونفس الكلام لو أنت عندك خبرة في الميديا باينج أو في الاس اي او أو في الداتا أو في إدارة مواقع التجارة الإلكترونية. فابدأ الأول باللي عندك خبرة فيه. تاني عامل هو جمهورك المستهدف. مين هو الجمهور اللي ناوي تخدمه؟ هل هتخدم مطاعم، فنادق، براندات تجميل؟ كل ده بيحتاج لصناعة محتوى كتير، فتركيزك هنا هيكون على المحتوى الإبداعي. أما لو بتستهدف العقارات، التجارة الإلكترونية، شركات الإلكترونيات، كل ده البرفورمانس ماركتينج مهم ليهم. فلازم تحدد مين هم الشركات اللي ناوي تخدمهم وايه هي احتياجاتهم بناء على انشطتهم التسويقيه الحاليه، وبعدين تبتدي تختار التخصص بتاعك بناء على ده. وتالت عامل هو مواردك البشريه، وهنا هتبص على دايره معارفك والناس اللي حواليك وتشوف المهارات اللي عندك ووصول اسرع ليها. هل تعرف مثلا ناس بتعمل ميديا باينج وناس متخصصه في التجاره الالكترونيه وتقدر تستخدم مهاراتهم عشان يخدموا الشركه بتاعتك؟ يبقى هنا تركيزك المفروض يكون على شركه البرفورمانس ماركتنج. ونفس الكلام لو المهارات اللي عندك وصول ليها مركزة أكتر على صناعة المحتوى الإبداعي، زي المصممين وكتاب المحتوى والفيديو إديتورز. بعد ما حددت فرع التسويق اللي هتتخصص فيه، هتدخل على الخطوة الثالثة وهي تحديد الخدمات وبناء البراندنج بتاعك. والسؤال اللي لازم تسأله لنفسك وانت بتحدد خدماتك هو ايه اللي العميل متوقعه مني في التخصص ده. فكر من وجهة نظر العميل. لو انت هتعمل محتوى إبداعي، العميل متوقع منك استراتيجية مناسبة للمنصة التسويقية، محتاج منك فكرة، ومحتاج منك تنفيذ، ومحتاج منك اخراج المحتوى في شكله النهائي. يبقى خدماتك هنا لازم تقدم استراتيجيه ابداعيه، افكار المحتوى، تصور لشكل المحتوى، تصوير المحتوى، وتعديل المحتوى واخراجه في شكله النهائي. ولو انت هتتخصص في البرفورمانس ماركتنج، العميل متوقع منك انك تعمل له مبيعات. يبقى خدماتك هنا هتكون انك تحط ميديا استراتيجي، خطه الاعلانات المموله على المنصات، اداره الحمله، وقياس الاداء. وكل ده لازم يبقى موجود ومفصل ضمن بورتفوليو خدماتك، عشان العميل يعرف انت هتقدم له ايه بالظبط، ويعرف قيمة العرض بتاعك. بعد ما بتحدد خدماتك بتحط البراندنج لشركتك، اسم الشركة، لوجو الشركة، ألوان الشركة، الخدمات اللي حددتها، الويب سايت والبرزنتيشن اللي هتقدم فيه شركتك وخدماتك للعملاء المحتملين. بعد ما حددت خدماتك هتدخل على الخطوة الرابعة وهي طريقة تسعير خدماتك. وفي نموذجين تسعير بتعتمد عليهم شركات التسويق. أول نموذج هو نموذج التسعير بناء على الساعات، بمعنى إن الشركات بتدفع في مقابل عدد من الساعات الموظفين اللي عندك. على سبيل المثال ممكن شركة تكون محتاجة شخص بيصنع محتوى بشكل شهري، فبيقولوا لك إنهم عايزين 16 ساعة شهريا من الشخص ده. وفي المقابل الشخص ده هيقدم لهم خطة محتوى شهرية، وهيبقى موجود لو احتاجوا أي محتوى خلال الشهر. ممكن مثلا العميل بتاعك يكون عنده ايفنت مفاجئ وعايز الموظف بتاعك يصنع له المحتوى.
الشخص هنا بياخد من عدد الساعات اللي العميل حجزها ويخلص الشغل اللي محتاجينه. طيب ليه البراندات بتستخدم الاسلوب ده؟ لانه بيوفر عليهم تعيين شخص بدوام كامل، فبياخدوا منك الموظف ده بالحته. النوع ده من التسعير بيكون مناسب لما يعرف باسم الريتينر، ان العميل يبقى ماضي معاك عقد سنوي وبيدفع مبلغ شهري مقابل عدد ساعات معينه للموظفين اللي عندك. طيب بتحدد سعر الساعه على اساس ايه؟ بيبقى على أساس سعر المهارة دي في السوق. لازم الأول تعرف الرواتب بتاعة المهارات دي في السوق عندك، وتحسب سعر الساعة وبعدين تحط عليها هامش الربح. مثلا لو بتعين شخص ديزاينر ومتوسط الراتب بتاعه في السوق $2000 في الشهر، بتقسم المبلغ ده على عدد الساعات اللي بيشتغلها الديزاينر في الشهر اللي هو حوالي 140 ساعة في الشهر عشان تشوف سعر ساعته قد إيه، وبعد كده بتضيف عليه هامش الربح فلنفترض 30%، وده بيبقى السعر النهائي اللي بتحطه للعميل. طبعا مهم جدا كصاحب شركة انك تجيب شغل للديزاينر ده بعدد الساعات اللي بيشتغلها شهريا، عشان لو قاعد فاضي كتير انت كده بتخسر مش بتكسب. عشان كده شركات تسويق كتير بتطلب من الموظفين بتوعهم يسجلوا الوقت اللي بيقضوه على اي مشروع، عشان يقدروا يقدموا الفاتورة للعميل مباشرة في اخر الشهر، ويشوفوا مين عنده ساعات فاضية وازاي يستخدموها. اما النموذج التاني للتسعير هو التسعير على اساس المشروع. بتشوف العميل محتاج ايه بالظبط وبتحدد سعرك على اساس المشروع كله. لو مثلا هتعمل حملة لليوم الوطني للعميل بتاعك في السعودية، هتشوف المحتوى اللي محتاجه وهتحدد الأشخاص اللي هيشاركوا في إنجاز المشروع، وبعدين بتحط التكلفة على أساس المشروع بالكامل. في الميديا باينج الموضوع بيختلف شوية، لأن في حملات بألوفات الدولارات وفي حملات بمئات الدولارات، فمش هينفع تعامل الاتنين بالمثل. في الحالة دي شركات التسويق بتحاسب العميل على السيت اب بتاع المشروع، وبتاخد نسبة من إجمالي اللي بيتصرف على الحملة، في الغالب ما بين 10 ل 15%. مثلا لو هتعمل حملة ممولة ب $100,000، هتاخد 10% من المبلغ ده، يعني هتاخد $10,000 تكاليفك انت لإدارة الحملة إلى جانب تكاليف ثابتة لبدء المشروع. واختيارك لنموذج التسعير هيكون على حسب علاقتك بالعملاء وحجم المشروع نفسه. لو العميل هيشتغل معاك بشكل شهري وده لازم يكون هدفك الدائم، يبقى لازم تحدد الساعات والموظفين اللي هيتوفروا له. ولو بالمشروع لازم تحدد الموظفين والديليفربلز بتوع المشروع. بعد ما حددت طريقة التسعير بتدخل على خامس خطوة وهي التعيين. وهنا انت محتاج تفكر في 3 محاور أساسية. أول محور الخدمات، الناس اللي هتخلص الخدمات نفسها. والمحور التاني هو الأوبريشن، العمليات، وده الناس اللي هتدير المشروع والعلاقة مع العميل. والجانب التالت هو الماديات، الناس اللي هتتأكد إن الدفع بيوصل في ميعاده وتدير الفلوس وغيره. في الأول عين ناس تجيب لك شغل، ودول هيكونوا قسم مبيعاتك، شخص ولا اتنين عندهم علاقات قوية وبيجيدوا البيع. وبناء على المشروع اللي هيجي لك دور على ناس تشتغل معاك فريلانسنج. مثلا عندك حملة عايز لها محتوى، بتدور على المهارات اللي هتخلص المشروع ده وتعينهم بشكل مؤقت لحد ما المشروع يخلص. وبمجرد ما تجيب عملاء يشتغلوا معاك بالشهر هتبتدي تعين ناس بدوام كامل. وطبعا محتاج يبقى عندك سجل فيه اشخاص تستعين بيهم في انجاز المشاريع دي، ويبقى عندك فيه شباب اساسيين وشباب احتياطيين. وطبعا محتاج شخص يساعدك في امورك الماديه، وده ممكن يكون مستشار مالي بتقابله كم مره كل شهر يراجع حساباتك وينظم لك امورك الماديه. اما العمليات اللي في النص والتنسيق هيكون من مسؤوليتك انت لحد ما تقف على رجلك وتعين ناس. بعد كده هتدخل على سادس خطوه وهي جذب العملاء. وهنا محتاج تنشئ صفحتك على لينكد ان، تبتدي تشارك محتوى يبين امكانياتك ويبين معرفتك، وده اسمه ذوت ليدرشيب كونتنت. وتبتدي تعمل شورت ليست لشركات شايف انهم هيستفيدوا من خدماتك، وتدور على الناس اللي شغاله في التسويق عندهم على لينكد ان وتتواصل معاهم. ولما تتواصل مع الناس دي حاول ما تبعتش تقول انا شركة تسويق وخلاص، ابعت قول لهم معلومة قيمة عن قطاعهم او عن ادائهم او حاجة توريهم انك عايز تساعدهم وفاهم احتياجاتهم. محتاج كمان تبتدي تحضر ايفنتات في القطاعات اللي انت هتخدمهم. مثلا لو في ايفنت عقارات، روح وتعرف على فرق التسويق اللي شغالة عند المطورين. ابتدي اشتغل على معارفك وشوف الناس اللي تعرف حد محتاج تسويق. وفي المرحلة دي انت هدفك انك تبني قصص نجاح عشان تقدر تتكلم عنها اونلاين وتشاركها مع الشركات عشان يشوفوا شغلك. فخلي اسعارك في الاول مناسبة لحد ما تبني اسمك ويبقى عندك القوة اللي تتحكم بيها في سعرك بعد كده. قولي في التعليقات لو في خطوة من دول محتاج فيها توضيح أكبر، ولو محتاج مساعدة هسيب لك إيميلي في الوصف، اتواصل معايا أي وقت. ولو استفدت من الفيديو يا ريت تدعم القناة، والسلام عليكم.